سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر، لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري. بناءان رد صولة الدهر عنهما، ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر. أقام على رغم الخطوب ليشهدا لبانيهما بين البرية بالفخر. فكم في الدهر بادت وأعصر خلت، وهما أعجوبة العين والفكر. تلوح لآثار العقول عليهما أساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر. رموز لو استطلعت مكنون سرها لأبصرت مجموع الخلائق في سطري. فما من بناء كان أو هو كائن يدانيهما عند التأمل والخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في رحلة جديدة مع آلة الزمن. زي ما الكل عارف إن الأهرامات أعمال معمارية عجزية خالدة أذهلت العالم كله منذ بنائها ولحد وقتنا الحالي، ولكن ده مش جديد علينا، فأكيد مش ده اللي جاي أحكي لك عنه، إنما أنا بقى جاي أخدك لحتة تانية مختلفة تماما. بمجرد ما بتفكر في الأهرامات وعظمتها فبالتأكيد بيخطر في ذهنك سؤال معين، وهو هل الأهرامات قابلة للتنفيذ مرة تانية؟ أو هل تجربة زي دي حصلت أصلا؟ وده بالظبط موضوع حلقتنا النهارده. هكلمك على أحد التجارب الغريبة واللي اتنفذت بالفعل لمحاولة بناء هرم مصغر بنفس طريقة بناء الأهرامات اللي اتبعها المصري القديم، أو اللي يقال يعني إنه اتبعها، لأنه محدش شاف حاجة ودي كلها مجرد نظريات وتكهنات. سنة 1978 بعثة يابانية مكونة من 20 شخص بتضم مهندسين وفنيين وعلماء آثار شدوا الرحال لمصر في رحلة هدفها التحضير لتجربة بناء هرم مشابه للأهرامات المصرية. البعثة كان على رأسها عالم آثار ياباني اسمه ساجوكي يوشيمورا. ساجوكي بيقول عن نفسه: منذ أن رأيت الأهرامات المصرية كان حلمي أن أبني هرما صغيرا. افرح يا عم ساجوكي، فرصتك وجات لك لحد عندك. التلفزيون الياباني قرر تمويل المشروع وتوثيق التجربة كاملة وتحويلها لفيلم وثائقي، واتفقوا مع السلطات المصرية على تنفيذ التجربة بجوار الأهرامات وإزالة الهرم بالكامل وتنظيف المكان بعد الانتهاء من التجربة. المخطط الأول للتجربة نص على بناء هرم بطول 20 متر وبيزن كل حجر فيه قرابة ال4 أطنان، وإشراك 100 عامل مصري لتنفيذ التجربة دورهم هيكون قطع الحجارة وسحبها، وكل ده بأدوات بدائية زي الإزميل والحبال وحبة حاجات كده تانية. المخطط مفوتش حاجة، كل شيء مدروس ومتخطط له كويس بحيث لما يبدأوا شغل مفيش حاجة تقف قدامهم نهائي. ودول يابانيين، يعني مستوى عالي من التنظيم والتخطيط وكمان مثابرة وتحدي. وبكده تمام خلصنا تخطيط وكله جاهز. أول خطوة ولا تبقى أول صدمة بعد شوية كانت تقطيع الأحجار. لما بدأوا تقطيع بالأزاميل لقوا إن الموضوع صعب وهيتطلب وقت طويل وتكلفة كبيرة جدا، فأجروا تغيير فوري على الخطة وخفضوا ارتفاع الهرم من 20 متر ل 10 متر بس، يعني 50% بالظبط. طيب خفضنا الارتفاع ونبدأ بقى تقطيع، ومع أول ضربة عرفوا إن الموضوع محتاج مجهود جبار وأعداد رهيبة علشان تنفذ المطلوب، وبعد كل ده مستحيل يخرجوا الحجارة مظبوطة ودقيقة زي أحجار الهرم، فقرروا استخدام المناشير الكهربائية أو الهيلتي في عملية تقطيع الأحجار. وده كان أول استخدام للوسائل التكنولوجية الحديثة، يعني مخالفة الهدف الرئيسي للتجربة، وهو إثبات قدرة الأدوات البدائية على بناء هرم بحجم الهرم الأكبر. تاني خطوة كانت نقل الحجارة من هضبة الطرة لهضبة الهرم، وده كان المفروض يتم من خلال 100 عامل مصري بيسحبوا الحجارة على زحافات خشب. ومش محتاج أقول لك، فأنت أكيد حسيت الموضوع فشل تماما، والحجارة قالوا مش منقولين من هنا غير لما تجيبوا لنا وسيلة مواصلات. وبالفعل استعانوا بعربيات نقل كبيرة نقلت الأحجار من هضبة الطرة لهضبة الهرم. وصلنا بقى لهضبة الهرم ومش بقى غير المنحدر، لكن الأحجار كانت على مبدأها وما اتنقلتش سنتي واحد من مكانها. فقالوا بس احنا نمد خطوط سكة حديد على الضيقة كده على عربية تشيلها حجر توصله للهرم، وبالفعل ده اللي حصل. انت متخيل الوضع وصل لفين؟ حاجة كده ما اتمناش لألد أعدائي. وطبيعي انت لو مركز معايا من بداية الحلقة فأكيد دلوقتي بتقول طب هما ما يقدروش يقطعوا الحجر ولا يسحبوه، طب بالنسبة لهم هما بيرفعوه. انت صح، كلامك في محله. بالفعل قرر المهندسين اليابانيين الاستعانة بالرافعات والأوناش العملاقة لرفع الأحجار ورصها. وفي آخر جزء بقى من الهرم أو القطعة الأخيرة استعانوا بطيارة هليكوبتر حلوة كده علشان يظبطوا الأحجار في مكانها، واتسترت على كده. وخد بالك إن ده هرم بدون ممرات وبدون غرف وبدون أنفاق، والحجر وزنه بيتراوح من 3 ل 4 طن. أما على الناحية التانية فالهرم الأكبر فيه أحجار بتوصل ل 12 و 13 طن، وفي توابيت جرانيت في الغرف بتوصل ل 70 طن، فصباح الفل يعني. المهم انتهت التجربة بوضع آخر قطعة في الهرم، وخلص التصوير وأزالوا الهرم بالكامل ونظفوا المكان وأعادوه لوضعه الطبيعي زي ما اتفقوا مع الحكومة المصرية، ورجعت البعثة لبلدها. فأخيرا اليابانيين اللي أتقنوا فنون الصناعة وروضوا كل شيء وقفوا مع أدواتهم مكتوف الأيدي أمام عبقرية المصري القديم، والبعثة كانت جاية وهدفها الرئيسي تنفذ المشروع باستخدام الوسائل البدائية اللي كانت متاحة للمصريين القدماء وقتها. ولكن في النهاية الهرم اتنفذ بكافة الوسائل التكنولوجية اللي ما كانتش متاحة وقتها،
زي الروافع العملاقة، السكك الحديدية، والهيلتي وطيارة هليكوبتر، ولو في أي حاجة تاني اتوفرت كانوا استخدموها علشان يخلصوا من الحوار ده. والموضوع مش بيقلل من القائمين على التجربة على قد ما بيمجد في العقلية اللي قدرت تخطط وتنفذ حاجة بالشكل ده. وأخيرا فلازم نسأل سؤال مهم، يا ترى ايه اللي اتوفر للمصري القديم مكنه من عمل زي ده ولسه مش متوفر لينا ولا حتى قربنا نوصل له برغم التقدم اللي احنا شايفينه في كل حاجة حوالينا؟ يهمني ضروري اسمع رأيك في الموضوع ده. وبس كده رحلة النهاردة خلصت، واشوفك على خير. سلام.